بيبدأ ملخص فيلمنا بمعهد من أقوى وأشهر الجامعات في العالم، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمريكا، ويا رب أكون نطقت الاسم صح. وبيكون في هناك مدرس رياضيات اسمه جيرالد بيدرس للطلاب بتوعه في المحاضرة. وفي آخر المحاضرة بيقول المدرس للطلاب بتوعه اللي في الدراسات العليا إنه هيكتب على السبورة مسألة رياضية صعبة جدا، بس المسألة ديت هتبقى بره المنهج، ولكن اللي هيحلها هيتكتب اسمه في سجل المعهد، يعني اسمه هيتكتب في لوحة الشرف بتاعة المعهد. وبيشجع المدرس جيرالد الطلبة بتوعه وبيقول لهم ان الطلبة بتوع السنين اللي فاتت اللي قدروا يحلوا المسألة دي بقوا من احسن وافضل علماء الرياضيات. وعلشان المسألة دي صعبة جدا جدا كده، فبيدوهم الأستاذ جيرالد مهلة لحل المسألة دي لحد نهاية الترم الدراسي، وبعدين بينهي المحاضرة. بعد كده بنشوف الشاب ويل اللي بيبقى شغال عامل نظافة في معهد التكنولوجيا ده، وهو بيبص على مسألة الرياضيات اللي كتبها الأستاذ جيرالد على السبورة. وبيرجع بعد كده ويل للبيت بتاعه، وبيحاول ويل إن هو يحل المسألة ديت على مراية الحمام يا صديقي. والتاني يوم ولما بيكون ويل لوحده في طريقه للمعهد، بياخد ويل الطباشير وبيكتب إجابة المسألة بتاعت الأستاذ جيرالد. وبره وقت الشغل بقى بيكون ويل بيقضي وقته في الشرب وبيقضي وقته مع اصحابه اللي اسمهم تشاكي وبيلي ومورجان. وفي يوم من الايام اثناء ما ويل كان بيتفرج على ماتش بيسبول للاطفال، بيشوف ويل شاب كان بيتنمر عليه في المدرسه، وبعد شويه بيهاجم ويل هو واصحاب الواد المتنمر ده وبيضربوه وبتحصل خناقه. وفي الاخر بيقدر ويل ان هو ينتصر على الواد المتنمر ده بعد ما بيضربه ضرب من غير رحمه. وكان اصحاب ويل بيحاولوا يحوشوه، ولكن البوليس بيجي علشان يوقف الخناقه دي، بس ويل هنا بيتغابى وبيهاجم ضابط شرطه، فبيقبضوا عليه طبعا وبيعتقلوه. وفي الناحيه التانيه بقى الأستاذ جيرالد الطلبة بتوعه بيبلغوه إن مسألة الرياضيات الصعبة اللي اتحداهم بيها خلاص اتحلت أخيرا. فبيروح الأستاذ بسرعة علشان يتأكد بنفسه إن المسألة اتحلت فعلا، وبيلاقي فعلا إن في حد حل المسألة. فبيسأل الأستاذ جيرالد الطلبة بتوعه عن مين فيهم اللي حل المسألة دي، لكنه بيستغرب لما مش بيلاقي حد بيقول ان هو اللي حل المسألة. وبتكون المحاضرة التانية اللي بعد حل المسألة بقت مليانة طلبة علشان كله عايز يعرف مين العبقري الغامض ده اللي حل المسألة. والمدرس جيرالد لما بينادي على اللي حل المسألة مفيش حد بيرد، فالمدرس جيرالد بيقول ان هو هيكتب مسألة اصعب، وبيقول المسألة ديت خدت مني ساعتين بحالهم علشان اعرف احلها، لو حد فيكم قدر يحلها يبقى هو ده العبقري اللي بندور عليه. في نفس التوقيت واللي بيكون خارج من السجن وبيرجع تاني يكتب حل المسألة الجديدة اللي على السبورة، ولكن الأستاذ بيشوفه بالصدفة وبيفتكره بيخربش على السبورة وبيجري عليه، بس واللي بيقدر يهرب منه على طول. ولما الأستاذ بيرجع وبيبص على السبورة بيلاقي إن الحل كامل ومتقفل صح. ساعتها بيعرف إن الشاب اللي كان بيكتب هو نفسه العبقري الغامض بتاع الرياضيات اللي لسه محدش يعرفه لحد دلوقتي. وبعد الشغل بيروح ويل هو واصحابه البار علشان يروحوا يشربوا ويسكروا، وبعدين بيشوف تشاكي بنتين حلوين فبيروح لهم وبيبتدي يعاكسهم. وعلشان تشاكي يبهر البنتين فبيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو بيحضر محاضرات في نفس الفصل الدراسي. وهنا بقى بيكون في واحد تاني سمع اللي تشاكي بيقوله للبنات، فبيقاطع تشاكي وبيقول له صف دراسي ايه اللي انت بتتكلم عنه ده؟ فبيقول له تشاكي الصف بتاع التاريخ. وطبعا الشخص ده بيكون اصلا في نفس الفصل الدراسي بتاع البنتين، فبيعرف ان تشاكي بيكذب، فبيحاول يحرجه وبيسأله عن حاجات في التاريخ، لكن تشاكي ما بيعرفش يرد وبيقف ساكت. وهنا بيتدخل ويل بقى بالنيابة عن صاحبه تشاكي وبيدافع عن صاحبه، وبيبتدي ويل يناقش الشخص ده وبيحرجه جامد. وبيقول ويل للشخص ده انتوا صرفتوا آلاف الدولارات على التعليم، انا نفسي اتعلمت من مكتبة عامة. وبعد ما ويل بيكون احرج الواد وافحمه بيضطر الواد ان هو يمشي من هناك. وبعد كده بتيجي بنت اسمها سكايلر وبتدي رقم تليفونها لويل، وبتبقى منعجبة بذكاء ويل قوي يعني، وبتطلب سكايلر من ويل ان هو يبقى يتصل بيها علشان يبقوا يشربوا اي حاجة في اي حتة في اي وقت في المستقبل. ويل بيروح يغز الواد بتاع التاريخ اللي احرجه من شوية وبيوري له رقم سكايلر اكن بيقول له شوف انا عملتها وانت لا يا. وفي الوقت ده كان الاستاذ جيرالد بيدور على عامل النظافة اللي قدر يحل مسألة الرياضيات المعقدة قوي بتاعته. وبعد ما بيسأل الاستاذ جيرالد شوية اشخاص عن ويل اخيرا بيدلوه عن معلومات عنه علشان يقدر يتواصل معاه. ومش بس كده، لا ده كمان بيروح الاستاذ جيرالد يحضر المحاكمة بتاعت ويل في المحكمة بخصوص قضية الاعتداء على الضابط يوم الخناقة. وبيبتدي ويل يدافع عن نفسه في القضية، لكن القاضي بيقول له دلوقتي يا ابني انت عليك قواضي كتير قوي من سرقة الاعتداء لحاجات كتير وما تعدش بقى، وانا يا ابني ما اقدرش اطنش كل اللي انت عملته ده. فبيحكم القاضي على ويل بالسجن وكفالة 50,000 دولار. وبعد كده بيدخل ويل السجن فعلا، ولكن بيروح الاستاذ جيرالد لويل في السجن علشان يزوره وبيعرض عليه اقتراح يطلعه من السجن. وبيقول الاستاذ جيرالد لويل ان هو اتكلم مع القاضي علشان يطلعه من السجن، وان فعلا القاضي مستعد يعفو عنه، لكن في الاول لازم ويل يوافق على شرطين. الشرط الاول هو ان ويل يوافق ياخد درس في الرياضيات عند الاستاذ جيرالد،
والشرط التاني هو ان ويل يوافق انه يحضر جلسات واستشارة نفسية مع معالج نفسي. وطبعا ويل بيضحك على فكرة انه يروح لمعالج نفسي دي، ولكن علشان يطلع من السجن فويل مش بيلاقي قدامه اي اختيار غير ان هو يوافق على كل الشروط اللي قدامه. وبسرعة ويل بيبتدي يحضر درس رياضيات مع البروفيسور جيرالد اللي بيتفاجئ بذكاء ويل وبيحس بالفخر بيه. بعد كده بيطلب من ويل ان هو يروح لمعالج نفسي علشان يستشيره ويحضر معاه جلسات نفسية، بس رغم انه بيتقابل مع معالجين نفسيين كتير لكن ويل بيرفض يفتح قلبه وبيسخر منهم. وبيكون ويل قرا كتابهم من الليلة اللي قبلها وبيتمسخر عليهم وهو قاعد معاهم في الجلسة. وفي الاخر البروفيسور جيرالد بيستعين بصاحب قديم ليه اللي بيكون اسمه شون علشان يساعده، واللي دلوقتي شغال استاذ علم نفس في كلية صغيرة. ولكن شون في الاول بيكون ما عندوش اي وقت يعمل كده، لكن البروفيسور بيصر عليه وبيقول له ان ويل ده حد عبقري وان الاستشارة النفسية ممكن تساعده يعيش حياة بشكل افضل ويحقق احسن حاجة فيها. وفي الاخر شون بيوافق وبيقابل ويل. وفي اول جلسة علاج شون بيطلب من البروفيسور جيرالد والمساعد بتاعه انهم يسيبوا الاوضه ويمشوا. وطبعا زي ما ويل عمل مع كل المعالجين اللي قبله بيبتدي يتمسخر على كتب شون اللي موجوده عنده، ولكن شون بيلقط بسرعه ان دي طريقه دفاع عن ويل وانه بيحاول يستفزه وهو قاصد يعمل كده. علشان كده شون بيفضل هادي وبيتكلم معاه بشكل عادي من غير ما يساله عن اي حاجه تخص حياته. وبعد كده ويل بياخد باله من لوحه مرسومه بايد شون، واثناء ما ويل بيبص على اللوحه وبيفتكر كلام من كتب فنيه قراها قبل كده فويل بيبتدي يفسرها وبيعمل استنتاجات غلط عن حياه شون. وشون ما بيردش على الاستفزازات دي، لكن اول ما ويل بيجيب سيره مراته شون بيتضايق عليه. وهنا ويل بيفهم ان نقطه ضعف شون هي مراته فبيفضل يكرر الكلام عنها. فويل بيساله لو مراته خاينه، وهنا بقى ساعتها شون بيفقد اعصابه خالص وبيمسك ويل من رقبته وبيحذره انه ما يتكلمش عن مراته بالطريقه ديت تاني. وويل ساعتها بيقول ان الجلسه خلصت. وبعدين شون بيمشي وويل بيكون فاكر انه هزم المعالج تاني زي كل مره. وطبعا البروفيسور جيرالد بيشوف حاله شون وبيفتكر انه هو مش هيكمل مع ويل، لكن المفاجاه ان شون بيطلب انه يقابل ويل مره تانيه من اول الاسبوع اللي جاي. وبعد الجلسه ويل بيخرج مع سكايلر في اول ميعاد بينهم. وفي الميعاد ويل بيكتشف ان سكايلر من عيله غنيه جدا وانها كمان بتدرس في جامعة هارفورد، ودي جامعة مشهورة جدا. وهما الاتنين بيكونوا بينسجموا بسرعة وبيستمتعوا بوقتهم سوا، وفي اخر الليل بتكون في مشاعر بينهم اتكونت. والاسبوع اللي بعده ويل بيروح لمكتب شون وشون بيطلب منه يخرج معاه، فشون بياخد ويل وبيمشوا في الجنينة وبيفضل يتكلم معاه. شون بيقوله ان هو فكر كتير في كلامه عن اللوحة، وبعد شوية استيعاب ان ويل لسه عيل صغير ومش فاهم هو بيقول ايه، شون بيقوله زي ما ينفعش نحكم على حياة حد من خلال شوية كتب فن، برضه هو مش هيعرف مشاكل ويل كلها من مجرد شهادة علم نفس. شون بيقوله ان هو فاهم انه خايف يتكلم علشان هو مش عايز يواجه اللي هيطلع منه، لكن في وقت من الاوقات لازم يتكلم والا عمره ما هيعيش احلى حاجه في حياته. بعد كده بيعدي على ويل صاحبه تشاكي ياخده علشان يروحوا سوا الشغل في موقع بناء، وبعدين بنلاقي ويل بيتصل بسكايلر بس ما بيقدرش يتكلم معاها وبيقفل. وفي الجلسه التانيه بقى مع شون ويل ما بينطقش بكلمه وشون كمان ساكت، والاتنين بيفضلوا قاعدين ساكتين طول الساعة. وفي الجلسة الرابعة بقى برضه ويل ساكت ومش عايز يتكلم، وبعد شوية ومن كتر زهقه ويل بيرمي نكتة على شون، وشون بيستغل اللحظة ديت وبيسأله عندك حبيبة؟ فويل بيقوله ان هو قابل بنت اسمها سكايلر بس ما اتكلمش معاها من ساعة اول ميعاد بينهم. فشون بيسأله ليه؟ فبيقوله ان هو حاسس ان سكايلر احسن منه ولو كمل معاها هيبوظ الدنيا. فشون بيقوله مفيش حد احسن من حد ومفيش حد كامل، كل واحد عنده عيوب، المهم تلاقي اللي يناسبك. وعلشان يوضح اكتر لويل شون بيحكي له عن مراته وبيقوله ان هي كانت اجمل ست شافها في حياته وهو حبها جدا، وبيحكي له شون عن مواقف كوميديه بينه وما بين مراته. وفي اللحظه دي بيقربوا من بعض وويل بيبتدي يحس بالراحه مع شون، والجلسه بتخلص وشون بينصحه ما تحطش سكايلر اعلى منك في المستوى، اسال نفسك بس انتوا هتبقوا مبسوطين مع بعض ولا لا. وويل بيكون سرحان قوي في كلام شون لدرجه ان شون هو اللي بيفكروا ان الجلسه خلصت. واللي بيروح لسكايلر في السكن وبيطلب منها ان هي تخرج معاه، لكن سكايلر بتقوله ان هي فعلا عايزه تشوفه بس عندها مساله صعبه جدا محتاجه تتحل وممكن تاخد ساعات او حتى ايام. وهنا ويل ما بيبقاش قادر يستنى فبيمسك المساله وبيحلها على منديل صغير وبيدولها، وخلاص ما بقاش في حاجه تعطلهم. فهم الاتنين بيخرجوا في الميعاد التاني وسكايلر بتسأله عن عيلته فبيكدب ويل عليها وبيقول لها ان هو عنده 12 اخ. فسكايلر بتطلب منه ان هو يقول اسماء اخواته وهو بيرد عليها ب 12 اسم عشوائي ورا بعض. فسكايلر بتشك فيه فبتقوله طب ممكن تقولهم تاني، بس ويل بعبقريته بيعيد فعلا وبيقول الاسماء كلها بالترتيب الصح زي ما هو قالها قبل كده. وبعدين ويل بيبقى في الجلسه اللي بعدها مع شون وويل بيسأله انت ندمان ان قابلت مراتك وانها بقت سبب حزنك بعد وفاتها؟ فشون بيرد عليه وبيحكي له قصه اول مره شافها وبيقوله ان شافها
لأول مرة وهو واقف في طابور مع صحابه علشان يجيبوا تذاكر ماتش بيسبول مشهور، واللي بيتحمس جدا وبيفتكر ان شون كان حاضر الماتش ده بنفسه وسط الجمهور مش على التلفزيون. فويلي بيسأله عن تفاصيل اللحظة وشون بيحكي له كل اللي حصل فيها، بس شون بيكشف له ان هو ما حضرش الماتش اصلا وانه ساب صحابه ومشي علشان يروح يقابل البنت اللي لسه شايفها واللي بعد كده بقت مراته، واللي مش مصدق ازاي شون فوت ماتش تاريخي علشان بس يقابل بنت. فشون بيرجع يجاوب على سؤال ويل وبيقول له انه هو عمره ما ندم لا على الماتش اللي ما حضرهوش ولا على مراته اللي عاش معاها كام سنة بس، بالعكس دي احلى حاجة حصلت له. وفي وقت تاني وهما مع بعض سكايلر بتطلب من ويل انه يعرفه على اصحابه وعيلته، ولكن ويل لسه بيكذب على سكايلر بخصوص حياته بس بيوافق غصب عنه يعرفها على اصحابه. فسكايلر بتقابل ويل واصحابه في بار وبتبين انها بتحبهم وهي بتتبسط معاهم وبتقول شوية نكت كده بيضحكوا عليها كلهم. وفي نفس الوقت ده البروفيسور جيرالد بيسأل شون عن تقدم ويل، فشون بيرد عليه وبيقول له ان ويل بدأ يفتح قلبه شوية بشوية بس لسه محتاج وقت علشان يحس بالراحة ويتكلم عن حياته وعن خوفه من انه يثق في اي حد. جيرالد بيكشف لشون انه بيرتب لويل مقابلات شغل في معاهد رياضيه كبيره وبيقول له انه اول ما يخف من المشاكل بتاعته النفسيه يعني مش هيبقى فيه حاجه تمنعه انه يبني اسمه في الرياضيات، ولكن شون بيعترض وبيقول له انه هو ما ينفعش ياخد قرارات مصيريه مكان ويل وانهم لازم يقفوا جنبه في اللي هو عايزه. بس البروفيسور جيرالد مصمم انه مش هيسيب موهبة ويل تضيع كده على الفاضي، ومع ان ويل مش عايز الشغلانة دي بيبعت صاحبه تشاكي بدل منه على المقابلة. وفي ليلة من الليالي واثناء ما ويل وسكايلر بيتكلموا عن حياتهم سكايلر بتطلب من ويل انه يروح معاها كاليفورنيا، واول ما بيسمع ويل طلبها بيتوتر وبيخاف وبيقول لها انه مش هيقدر يسافر معاها. فسكايلر بتسأله ليه خايف وليه عمره ما قال لها الحقيقة وبتفكره ان كذب عليها وقال ان هو عنده 12 اخ. وبعد ما ويل وصفته بالكذاب ويل فقد اعصابه خالص وبيقول لها ان هو يتيم وانه قضى اغلب عمره ينتقل من بيوت تبني، وبيحكي لها قد ايه هو اتعرض للضرب والاهانه من الراجل اللي كان متبنيه. فسكايلر بتعيط وبتقول له ان هي عايزه تبقى معاه وتساعده، بس ويل بيبعدها عنه وبيقول لها ان هو مش محتاج مساعده من حد، وبيبان قد ايه ويل عنده خوف من الهجره وبيصدق ان اي حد هيحبه هيسيبه في الاخر. فسكايلر بتعيط وبتقول له ان هي بتحبه بجد ومش هتسيبه ابدا، بس ويل بيكذب وبيقول لها ان هو ما بيحبهاش وبيمشي وبيسيبها قاعده بتعيط لوحدها في الاوضه. وبعد كده الاستاذ جيرالد بيقدر يقنع ويل انه يوافق يروح مقابله شغل، بس هو في المقابله ما بيحاولش ياخد الوظيفه. وفي جلسه علاج مع شون بيسأل ويل هل هو بيثق في مين اكتر حد في حياته، واللي بيرد تشاكي. فشون بيقول له ان هو عارف ان تشاكي ممكن يضحي بحياته علشانه، بس ده مش معناه انه فاهم مشاعره العميقة. فشون بيسأله ازاي عايز يكسب لقمة عيش، فويل بيرد انه عايز يشتغل عامل بناء في المكان اللي هو فيه طول عمره. فشون بيواجهه بخوفه من انه يسيب المكان اللي مرتاح فيه وان ده هيخليه يمنع نفسه يعيش حياة افضل. وشون ما بيجبرهوش ان هو يقبل الشغل اللي هو جهزه له جيرالد، بس بيسأله هو فعلا عايز يعمل ايه في حياته. فويل بيرد ان هو عايز يبقى راعي غنم. شون بيفهم ان هو بيهزر فبيطلب منه يسيب المكتب وبيقول له ان هو مش هيضيع وقته معاه لو هو مش ناوي يبقى صريح. فويل بيتعصب وبيزعق، فشون بيرجع بيسأله عايز تعمل ايه في حياتك، فويل ما بيردش. وساعتها شون بيطلب منه تاني يمشي. وقبل ما سكايلر تسافر كاليفورنيا ويل بيتصل بيها علشان يودعها، وسكايلر بتقوله ان هي بتحبه وبتتمنى ترجع له. فويل بيبتسم بس ما بيقدرش يقول لها نفس الكلمة علشان خايف من انه يتحرج. وبعدين بنلاقي ويل بيتكلم مع تشاكي وبيقوله ان هو مش ناوي يشتغل وانه ممكن يسيب سكايلر. ولما تشاكي بيسأله ناوي يعمل ايه في عمره، بيرد ويل ان هو هيعيش في المنطقة ديت على طول وجنبه تشاكي ويشتغلوا سوا في البناء. تشاكي في اللحظة ديت بيبقى صريح معاه وبيقوله ان هو بيتوجع لما بيشوفه بيضيع عمره في الوقت اللي هو ممكن يحقق حاجات كتير ويبقى سعيد. وتشاكي بيقوله ان هو عنده امنية واحدة بس، انه في يوم من الايام يجي يخبط على باب ويل ما يلاقوهوش، لانه بيتمنى ان هو يسيب حياته التعيسة دي ويعمل حاجة لها معنى. وفي نفس الوقت ده جيرالد بيتخانق مع شون لانه ما قدرش يقنع ويل يشتغل ويستخدم ذكائه. وشون بيجادل وبيقول ان هو ما ينفعش يضغط عليه وهو مش عارف عايز ايه، وبيوضح ان ويل خايف من الهجرة علشان كده بيبعد الناس عنه قبل ما يقربوا. وشون بيقول انهم لازم يقفوا جنبه في اي رأي هو يختاره وما يجبرهوش على شغل ممكن يكرهه. بس جيرالد بيرفض الفكرة دي تماما وبيحذر شون انه ما يخليش ويل انه عادي ويضيع ذكائه هباء ويعيش حياته فاشل. ومش بس كده، لا ده كمان الخناقة بتكبر وجيرالد بيتهم شون ان هو مش بيغير من نجاحه وانجازاته. فشون
فشون بيرد وبيقوله ان هو مش فاشل لمجرد ان هو مختارش يبقى زي جيرالد. وفي اللحظه ديت ويل بيدخل وبيسمع الخناقه وجيرالد بيمشي وبتبدا جلسه العلاج. شون بيطلع ملف فيه صور لجسم ويل وهو مليان كدمات من الضرب اللي خده من ابوه بالتبني. فشون بيساله عمرك شفت حاجه زي كده قبل كده؟ بعد كده شون بيحكي ان ابوه كان مدمن كحول وكان بيضربه هو وامه وهم صغيرين. فويل بيفتكر ابوه بالتبني. فشون بيقف قدام ويل وبيقول له اللي حصل لك ما كانش غلطتك. فويل بيهز دماغه بس شون بيفضل يكرر الجمله وبيقول له اللي حصل لك ما كانش غلطتك، اللي حصل لك ما كانش غلطتك، اللي حصل لك ما كانتش غلطتك. فويل بيقول له ان هو عارف وشون بيقول له اللي حصل لك ما كانش غلطتك. فويل بيقول له ما خلاص يا عم وبيستسلم في الاخر وبيبكي جامد وبيحضن شون صديقي. وفي اللحظه ديت بيبان ان هو مستعد يسيب الماضي ويمشي لقدام. وويل بيقول لشون انه هيقبل واحده من الوظائف اللي رتبها جيرالد ودي بتكون اخر جلسه علاج بينهم. فويل بيساله لو ممكن يفضلوا على تواصل. فشون بيرد وبيقول له ان هو موجود دايما علشانه وبيطلب منه انه يعمل اللي قلبه عايزه. فويل بيحضنه وبيودعه صديقي. وفي عيد ميلاده ال21 تشاكي وبيلي بيجيبوا له هديه عربيه. يا ريتهم كانوا اصحابي انا كمروان. ما تنساش يا صديقي تبقى تبعت لي عربيه حتى في التعليقات. العربيه مش جديده قوي بس ويل بيتبسط بيها جدا علشان جايه من اعز اصحابه. في نفس الوقت جيرالد بيروح لشون وبيعتذر له عن كل اللي قاله والاتنين بيتصالحوا. وشون بيقول له ان هو ناوي يسافر رحله حول العالم. واثناء ما شون بيجهز للسفر ويل بيروح له بيته وبيشوفه وهو بيجهز شنطته. فويل بيحط جواب في صندوق بريد وبيمشي خالص. وتاني يوم تشاكي بيروح ياخد ويل من بيته فبيخبط ومحدش بيرد وبيبص من الشباك وبيكتشف ان ويل مش موجود. فبيبتسم تشاكي لما بيفهم ان ويل اخيرا قرر مصيره. وشون كمان بيلاقي الجواب اللي سابه له ويل وويل كان كاتب له ان هو مش هيقبل الوظيفه وانه رايح كاليفورنيا علشان يقابل سكايلر. شون بيبتسم وبيرجع البيت وبنشوف ويل وهو في طريقه علشان يقابل سكايلر يا صديقي. وبكده تكون رفعت الجلسه. بتحب الاكشن هتلاقي، بتحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسيه برضه موجود. فاللي جاي كتير. ما تنساش انك تخش على القناة وتشوف كل اللي فات لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمة. وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد. وانا متأكد ان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده قصته هتعجبك. وبس كده، سلام.